السلام عليكم، ازيكم يا حضرات؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. مع حضراتكم مهندس علام احمد. ان شاء الله النهارده اكلمكم عن موضوع مهم جدا بعنوان هيربسايدز ذات بريفنت جيرمينيشن، اللي هو المصطلح ده عشان تبقى انتوا عارفين. هيربسايدز ذات بريفنت جيرمينيشن ده اللي هو مناعات الانبات او موانع الانبات، او ممكن نطلق عليها مجازا جيرمينيشن هيبيتور او مثبطات الانبات، بس هو في الافضل يعني اللي هو تطلق عليها مانع انبات او كاتب انبات. بالنسبه لموانع الانبات عشان تعرف طريقه العمل بتاعتها، رقم واحد هي عاليه الجاهزيه جدا. مجرد ما بترشها على التربه بيحصل لها امتصاص عن طريق الشعيرات الجذريه. مع اول شعيره جذريه بتخرج بيبدا تمتص وبتبدا تمنع انقسام الخلايا وتطورها واستطاله الخلايا، فبالتالي بيحصل تقزم وموت للحشيشه. حتى لو هي حصل لها انبات بتموت برضه. يعني هي مناعات الانبات بتمتص عن طريق الشعيرات الجذريه، حتى لو الحشيشه ما طلعتش في سطح التربه فهي بتموت تحت سطح التربه. طب اللي بيطلع منها بيبقى لسه على ورق او بيموت برضه، عشان برضه انت حضرتك لو رشيت منع انبات ولقيت ظاهر حشائش على ورقه لسه بتخرج كده ما تستعجلش، ممكن فعلا الحشائش تخرج ولكن بتموت. ده بالنسبه، لكن مجرد لو جابت الورقه الثانيه تعرف خلاص ان المبيد ما جابش النتيجه المطلوبه. بالنسبه تاني للحشائش مناعات الانبات، طريقه العمل بتاعتها ان هي بيحصل لها امتصاص مع خروج اول شعيره جذريه للحشيشه، وبتبدا تتخلل كل اجزاء البذره بتاعت الحشائش وبتمنع انقسام الخلايا واستطاله الخلايا، سواء قبل الانبات او سواء لو نبتت، لو حصل جيرمينيشن او انبات على ورقه بيحصل برضو موت للحشائش. طب النبات الاصلي يا باشمهندس، هل مبيد الحشائش بيتم امتصاصه؟ بيتم امتصاصه في المحصول الرئيسي بالبذره، ولكن المحصول الرئيسي عنده قدره ربنا سبحانه وتعالى ميزه بيها ان في حاجه اسمها الجلوتاثيون. الجلوتاثيون ده عباره عن ثلاثي البيبتايد، عباره عن 3 احماض امينيه مجتمعه مع بعض. ال3 احماض امينيه هم الجلوتاميك والسيستين على ما اظن الجليسين، يعني ان شاء الله الجليسين. يعني عندنا 3 احماض امينيه الجلوتاثيون بيتكون منهم، اللي هو الجلوتاميك والسيستين والجليسين. بيحصل اتحاد او ارتباط مبيد الحشائش بيه بالجلوتاثيون ده اللي هو عباره عن 3 احماض امينيه، وبيقدر يعمل له ازاله من النبات، وبيخرج مع العمليات الميتابوليزميه اللي بتتم في النبات. يبقى الجلوتاثيون هنا بيبقى دوره كمضاد اكسده، بيشيل الاجهاد اللي واقع على الخلايا النباتيه، وبيعمل له سكيفنج او ازاله ويخرجه بره الخلايا النباتيه في صوره فري راديكالز او شعيره حره. فانت لازم تكون عارف ان مانع الانبات لازم تكون عارف هو بيشتغل ازاي. ولو حصل انبات حشيش على ورقه ما تستعجلش وتقول ده هو ما جابش نتيجه. ولازم وانت بترش منع الانبات انا بنصحك كراجل مختص او متخصص في مجال الزراعه لازم تسيب حته بدون معامله، لازم تسيب قطعه في ارضك كده، حتى لو حاجه بسيطه. مش شرط، انا ما بقولكش سيب مساحه، يعني لو شرط 3 متر في 3 متر مثلا، 3 متر طول في 3 متر عرض، تسيبها في بدايه وش الميه. لازم تسيبها عشان تعرف الفرق بين المعامل والغير معامل، لان حضرتك لو رشيت الارض كلها مش هيبان معاك، مش هتقدر تلاحظ الفرق بعينيك. فلازم لازم كمزارع لازم تسيب قطعه صغيره في اول ارضك في دخله الميه، لازم تسيبها بدون معامله. طب ما سيبهاش اخر الارض ليه يا باشمهندس؟ لان الميه هتعمل ازاله للسكيفنج للمبيد او تحرك للمبيد مع جزيئات الميه، وهيوصل للمنطقه اللي انت سايبها في اخر الارض، وبالتالي مش هتقدر برضو تتحكم او تقول ان المبيد جاب نتيجه او ما جابش نتيجه. كلامنا النهارده عن مبيد حشائش الجردو. مبيد حشائش الجردو، جردو هو وليس الف ولام، جردو 96%. المبيد ده بيستخدم على العديد من المحاصيل، اهمها بنجر السكر والذره، وبيستخدم في البطاطس والبسله. طب بالنسبه للمبيد، معدل الاستخدام بتاعه 750 سم للفدان. انا هنا بتكلم على الارض الطينيه 750 سم للفدان. الارض الرمليه بيستخدموا لحد 600 سم للفدان، فنركز جدا. الارض الطينيه 750 سم للفدان. طب انا يا باشمهندس عايز اطبق المبيد ده، ايه الطرق اللي انا ممكن اطبق مبيد جردو مانع انبات
اختياري الحشائش العريضة والرفيعة في محصول بنجر السكر. ليه 3 طرق للتطبيق. لو انا ارضي ناعمة ومخدومة كويس وما فيهاش قلاقيل، هعمل المبيد على من 140 ل 160 لتر مية، وابدا ارش واغطي كويس، وعدي ساعتين زمن، وهرش في اخر النهار مع غروب الشمس، اعدي ساعتين زمن وانزل على ميه تاخد نتائج محترمه. طب انا عندي ارض مقلقله شويه ومش مسويه، يفضل رش المبيد بعد الري برضو من 140 ل 160 لتر ميه، وتستنى ما تكونش تاني يوم الري على طول، بشرط ما يكونش الارض فيها جور ميه او برك ميه، لانها الاماكن اللي راكن فيها ميه مش هتديك النتيجه المطلوبه. فده بالنسبه لي طريقه الاستخدام. طب في طريقه ثالثه، في طريقه ثالثه بعد الزراعه وقبل الري مباشره. يعني حضرتك البلنتر بتاعك او الماكينه بتاعتك خرجت، او زرعت زراعه يدويه، خرجت من الارض، هتجيب شكارتين سوبر 100 كيلو سوبر فوسفات الكالسيوم الاحادي الناعم وليس المحبب. بكرر تاني اهو، الناعم وليس المحبب. هتجيب 100 كيلو على مفرش، وتبدا تحل المبيد او تخفف المبيد على 3 لتر ميه. يعني سيادتك هتجيب سطل او جردل او اي ما يكون هتعمل، هتجيب الجردل الصغير ده او السطل اللي انت هتفك فيه المبيد او هتخفف فيه المبيد، وتحط 3 لتر ميه، وبعد كده تحط عليهم المبيد وتقلب كويس جدا. ويبدا المزارع وهو بيقلب على مفرش واحد يصب المبيد على السوبر، ويبدا يتفرد كويس جدا بين كفي اليد او بين راحتي اليد، زي ما بنعمل كده في الشنيل اكسترا بتاع الرز. هتقلب، بس اهم حاجه التقليب كويس، واللي بيحط المحلول المخفف من المبيد يحاول يقلب بانتظام او يصب للمزارع اللي هو بيخلط المبيد كويس على المفرش، يحاول يحط له بانتظام. وهتفرك مره واثنين وثلاثه واربعه، هتفرك مره واثنين وثلاثه واربعه، تدي للسوبر وش تقليب، وترجع تدي له وش تقليب تاني، وترجع تجيبه تاني وثالث ورابع، بحيث ان كل اجزاء السوبر يكون وصلها مبيد. بعد كده هتنزل تعمل له عمليه بدار، كانك بتبدر السوبر خالص بطريقه طبيعيه خالص. مجرد ما تطلع نزل ميه. الطريقه دي فوق الممتازه. وانا بقول السوبر ناعم ليه؟ السوبر الناعم هيعمل معاك طبقه على وش الارض هتعرفك ما بين الاماكن اللي جه عليها سوبر والاماكن اللي ما جاش، تجنبا لحدوث فوت عشان تاخد اعلى نتيجه. وزي ما نصحت حضرتك قبل كده، لازم تسيب جزء في اول الميه اسمه كنترول او غير معامل عشان تعرف الفرق. كل سنه وحضراتكم طيبين، واتمنى ان انا اكون افدت في جزئيه الجاردو. مبيد جاردو من افضل المبيدات اللي هتستخدمها على السوبر الناعم بشرط التقليب جيدا وعدم ترك فوت. من افضل المبيدات اللي هتستخدمها على محصول بنجر السكر. وايضا طب انا في البطاطس، نرجع للبطاطس. في البطاطس تطبقه ازاي؟ نفس الطريقه. مجرد ما البلنتر او الجرار الزراعي يطلع، هيكون الارض منديه، هتيجي عامله برده من 140 ل 160 لتر ميه وراشش، وشكرا على كده، لحد ما تبقى بقى ان شاء الله على مثلا 25 او شهر على ما تنزل ميه هيبان معاك. الجاردو في البطاطس مجرد ما الآلة تطلع مباشرة هيكون الأرض لسه مندية، لأن حضرتك عارف إن البطاطس بتزرع والأرض مدموسة أو فيها نسبة طراوة عشان يتم الإنبات. طب أنت حضرتك البلنتر خرج، مجرد ما يخرج مباشرة أو جرار الزراعة أو البلنتر ترش الجاردو بالنسبة للبطاطس، وكمية ماء الرش برضه من 140 و 160 لتر مية. طب أنا يا باشمهندس هغيب في الزراعة وممكن وش الأرض ينشف مني، يفضل رش كل ما الجرار يخلص طلعتين أو 3 أنزل أخد فيهم رشة جاردو. يعني أنا مثلا النهاردة الجرار هيغيب ووش الأرض هيحمص مني وهينشف، الجرار يطلع بوشه ويرجع بالتاني، أكون أنا نازل وراه وأغطي كويس، بحيث إن يبقى الجرار عامل يدوبك الجرار بيخطط مره ويرجع تاني، او البلنتر يطلع بوش ويرجع بالتاني، هتكون الارض منديه. انزل اخد الوش ده
واستنى يخبط كمان وشين وانزل اخد الوش ده بالنسبه لو انت خايف ان الجرار هيغيب معاك. النتائج دي نتائج محترمه، المبيد نتائجه فوق الممتازه، هيوفر عليك عماله. يا جماعه العماله مكلفه جدا وللاسف الشديد ما عادش متوفره. العماله اليدويه من اصعب ما يكون دلوقتي. العماله اليدويه هو طبعا ربنا يرزق الجميع، بس العماله اليدويه النهارده مش متوفره. انت في محصول جمع قطن مش عارف في كذا كذا كذا، فبتلاقي العماله اليدويه حصل لها تناثر كل عماله في كل مكان، ما انتش قادر توفر العماله. يعني انت تخيل لو عندك فدان بنجر وطلع كانك بدر رجله مثلا، لك ان تتخيل انت تنضفه ب 30 نفر في 150 جنيه، بتخش مثلا في حوالي يعني 4000 ونص ولا 5000 جنيه، وللاسف مش هتلاقيها. فالجردو رجاء التزام التعليمات، هتاخدوا نتائج ممتازه وارضك فعلا هتبات نظيفه. مناعات الانبات بتديك حمايه لحد ما المحصول يبدا يقفل، وانت ما انتش محتاج الا الوقت ده بالذات. يعني انت مناعات الانبات او موانع الانبات او كاتم الانبات او مثبطات الانبات هي بتعمل لك منع انبات الحشائش لحد من 30 ل 45 يوم، وهو ده المطلوب في جميع المحاصيل. 30 يوم 45 يوم في الذره يكون الذره قفل، و45 يوم في البنجر هيكون البنجر بدا يقفل. فانت بالتالي خلاص انت كده ما عدتش محتاج حاجه. يفضل اجراء عزقه. واللي انا بقى عايز اقوله لك ان التوصيات العالميه للفاو النهارده في العلم الحديث بتقول لك ان كتر العزيق غلط على التربه. حد يسالني يقول لي العزيق غلط على التربه ليه؟ احنا اتعودنا ان احنا كل ما بنعزق كل ما النبات بيحلو قدامنا. لا، انت كل ما بتعزق وبتعمل عمليات عزيق قاسيه كل ما بتكسر الماده العضويه الموجوده في الطبقه السطحيه اللي هي متاحه بالنسبه للنبات يقدر يمتصها، وبتكسر العناصر الصغرى اللي موجوده في التربه وبتعمل لها اكسيديشن او حرق من خلال عمليه تقليبها والهواء يضربها والشمس تضربها، فبيحصل لها عمليه اكسده وبتفقد كميه كبيره جدا من خصوبه الطبقه السطحيه. مش معنى كده بمنع العزيق، بس منع الانبات يفضل اجراء بعده عزقه او 2 بالكتير خالص. وفي الغالب انت يعني اما ترش مثلا مبيد زي الجردو 5 عمال او 6 عمال هيجيبوا لك الفدان، وممكن ما تحتاجش العزقه الثانيه كمان. فرجاء الاهتمام بمبيد الجردو بالنسبه لمحصول بنجر السكر عشان ان شاء الله ارضك تبات نظيفه وتاخد انتاجيه عاليه. لان النهارده كل حاجه بقت مكلفه، المبيدات مكلف، المبيد مكلف، بس المبيد ارخص من العماله اليدويه. يعني انت لما تيجي تقول لي يا باشمهندس ارش جردو ولا اعمل بالعماله اليدويه او اعزق بالعماله اليدويه او كلام من ده، اقول لك لا، استخدم المبيد، وبعد كده لو طلع بعد عود حشائش تبدا تعمل عمليه النقاوه اليدويه او عمليه العزيق. كده البنجر لازم يتعزق عزقه او 2 بحد اقصى 2 وبحد ادنى عزقه. فطبيعي جدا انك هتجيب عماله يدويه، بس بتختلف. بدل ما اجيب عماله يدويه مثلا 30 نفر للفدان هجيب 5-6 انفار للفدان، وهيبقى التكلفه بسيطه على تكلفه المبيد. هتلاقي العمليه حنينه عليك وتقدر ان انت تحقق اعلى انتاجيه باقل تكلفه ان شاء الله، مقارنه باللي بيعتمد على العمليه اليدويه بشكل مستمر في كل حاجه. اتمنى ان انا اكون افدت حضراتكم، وان شاء الله اقابلكم في لقاءات تانية في قناه يوتيوب كيان الزراعه علم احمد. شكرا لحضراتكم.